طقوس تحمل اللون الأبيض شعارا لها وتزين رؤوس المحتفلين بأغصان الياس. يعمد فيه المندائيون إلى ضفاف نهر دجلة في علاقة وطيدة تجمعهم بالماء في عيد رأس السنة المندائية، والتي تخللتها العديد من الشعائر والطقوس العبادية، إضافة إلى توزيع الأطعمة والأشربة وتبادل التهاني وإقامة الاحتفالات. المندائيون اليوم اصطبغوا، نالوا الصباغة الحية وعملوا طعام غفران الثواب للأنفس الذي رحلت إلى عالم الحق. ندعو إلى عوائلنا وإلى أمتنا وإلى كافة البشر في هذا العالم في أرض المعمورة، وخاصة إلى العراق وإلى شهداء العراق وإلى كل إنسان يسكن هذا العراق، الصحة والسلام والأمان والتآخي على بقعة هذا الوطن العزيز. وندعو من الحي العظيم بهذا اليوم العظيم أن يحل الأمان بكل العراق من الشمال إلى الجنوب. وتحتفل طائفة الصابئة المندائية بعيد رأس السنة المندائية، وتجرى خلاله طقوس التعميد ومراسيم الاحتفالات الدينية على ضفاف نهر دجلة، حيث يشكل التعميد في الماء ركنا أساسيا في الديانة المندائية، في إشارة إلى الحياة، باعثين برسالة عبر هذه المناسبة تدعو إلى المحبة وإشاعة روح التسامح. يحتفل المندائيون في العراق والعالم في هذا اليوم المبارك لقدوم عيد الكبير الذي يسمى محليا بالكرصة، وهو عيد دهوة ربه أو يسمى بعيد النوروز، وهو عيد رأس السنة المندائية. يتوجه المندائيون إلى معابدهم لإقامة شعائرهم الدينية، والتي تتضمن التعميد كما تشاهد أمامك في هذه الجموع من أبناء الطائفة صغارا وكبارا رجالا ونساء يتوجهون للتعميد. المعايدة للناس الأحباب، نروح نزور المريض، كل طائفتنا يعني اللي موجودين بالأجمل التهاني والتبريكات لهم، يعني نقوم بالطقوس. وفي هذا العيد ترى المندائيون يرفعون الراية البيضاء تعبيرا عن المحبة والسلام في لوحة من لوحات الوطن الواحد، تجسدت في داخلها كل الأعماق التاريخية والدينية والتعايش بين أبناء البلد الواحد. حيدر الجيزاني، العراقية السريانية، ميسان.